طيب في الإطار ذاته طبعا في أيامها يعني أيام ثورة الجياع في الواقع وما بعدها حصلت بينك وبين حزب الله الذي كنت أمينه العام في إحدى المراحل حصل خلاف. هل هذا الحين أيضا على أساس أنهم فصلوك من الحزب عام 98 لأنهم لا يريدون بشخصية في حزب الله أن تكون يعني تقوم بعصيان مسلح ضد الدولة، أليس كذلك؟ الحقيقة الموضوع أبعد من ذلك، وهو الموضوع يعود إلى بداية التسعينات تقريبا، حينما دخل الحزب فيما يعرف بتفاهم تموز الأول عام 93، ثم دخل في تفاهم نيسان عام 96، والذي واضح فيه ضمانات للأمن اليهودي في شمال فلسطين. وشبابنا للأسف هؤلاء الذين اعتنينا بهم ونحبهم كثيرا رغم أنوفهم تحولوا إلى حرس للكيان الصهيوني اليوم ومنذ 3 سنوات. هذا الملف الذي حاول بل حول المقاومة إلى حرس للحدود الصهيونية. وملف آخر هو موضوع الشأن الداخلي. الحزب حزب الله الذي بنيناه على أن يكون في خدمة أهلنا، في خدمة المستضعفين، في مواجهة الظلم الداخلي، تحول إلى أداة طيعة في خدمة النظام. هذان الملفان هما وراء الخلاف القائم بيني وبين ليس حزب الله، وإنما من يقف وراء حزب الله وهي القيادة الإيرانية. حزب الله دعني أخذ وجنوده مجرد مأمورين.